الرصاص. عمرك سألت نفسك ليه في أماكن بتخوف حتى لو هي في عز النهار وبتبان عادية جدا؟ في أماكن في بلدنا مرصودة، مش خرافات بتتحكي في السهرات، دي حقيقة للرصد. عهد قديم، عهد من عالم تاني. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد. وزي ما تعودنا طفيلي النور والبس سماعاتك عشان حكاية النهاردة هتعجبك، ويلا بينا نحكي الحكاية. أنا مصطفى محمود، ودي حكاوي الدرش. النهاردة هحكي قصة شاب اسمه صلاح. شاب زينا كان طموحه كبير، ولكن طمعه كان أكبر بكتير. قرر يتحدى الرصد في أرض مهجورة ودفع التمن غالي. صلاح كان شغال في المقاولات في محافظة القليوبية، وكان دايما بيحب يسمع قصص والده القديمة عن الكنوز المدفونة تحت أرض مصر. والده كان دايما بيحذره ويقول له الأرض ليها حارس ما بيسيبش حقها. بس صلاح ما كانش مصدق، وكان شايف إن دي كلها حكايات عواجيز، لحد ما جات له الفرصة اللي غيرت حياته. شغلانة في عزبة بعيدة ومقطوعة في بنها، مكان ما كانش حد بيجرؤ يروح له بالليل. بس صلاح كان مختلف. صلاح قرر إنه يشتغل في عز الليل بعيد عن عيون الناس، عشان يضمن إن محدش هيشاركه في اللي هيلاقيه في الأرض دي. أول ليلة كان بيحفر بكل قوته، وفجأة الفاس خبطت في حاجة صلبة. بس الغريبة إنها ما كانتش صخرة، ده كان صوت رنين معدن في معدن. قلب صلاح بدأ يدق بسرعة، وإيديه بدأت تترعش، والجو حواليه بقى بارد بشكل غير طبيعي ومرعب. ومن هنا صلاح طلع صندوق قديم جدا من الحفرة اللي كان بيحفرها، والصندوق كان عليه نقوش غريبة جدا. نقوش تحس إنها بتتحرك وبتتغير لما تبص عليها كتير. صلاح خد الصندوق البيت، وقلبه كان بيتنطط من الفرحة والخوف مع بعض. ومن اللحظة دي حياة صلاح اتقلبت لجحيم مرعب، وبيته اللي كان هادي وجميل اتحول لبيت مليان بالطاقة السلبية. وبالليل كان بيسمع صوت خطوات ودب مستمرين فوق سطح البيت بتاعه، وكان بيشوف خيال راجل طويل جدا ولابس هدوم قديمة وعتيقة، هدوم تحسسك انه جاي من زمن الفراعنة. وكان دايما بيقف في زاوية الأوضة المظلمة، وعيونه كان بتلمع بضوء أحمر يخطف القلب. صلاح حاول يفتح الصندوق كذا مرة، وكل مرة بيحاول يحس بكهرباء في جسمه كله. والساعة في بيته وقفت تماما على 3:33 دقيقة الفجر. وصلاح بقى بيشوف الرصد في أحلامه بشكل وضوح مرعب، وكيانات بتكلمه بلغة مش مفهومة، بس قلبه الوحيد اللي عارف معناها. الكيانات دي كانت بتقوله الأمانة ليها صاحب والعهد له دم. ومن بعدها لفترة صلاح بدأ جسمه يضعف، وشه بقى شاحب كأنه ميت. كل اللي حواليه من صحابه والناس اللي تعرفه استغربوا الحالة المفاجئة اللي بقى عليها. هو ما كانش مريض، هو كان بيتسحب للعدم ببطء. وفي لحظة يأس صلاح قرر إنه يروح لشيخ كبير في قرية بعيدة. والشيخ أول ما شافه بدأ يرجع لورا، وملامح وشه تتغير، وقال له يا ابني انت دخلت في عهد دم، والعهد لا يفك إلا بتضحية. الشيخ رفض يلمس الصندوق أو يساعد صلاح. صلاح أدرك إن نهايته قربت وإنه مفيش مفر، وقرر من بعدها إنه يرجع الصندوق للمكان اللي لقاه فيه. رحلة صلاح للمزرعة اللي جاب منها الصندوق كانت كابوس مرعب عليه. كل شجرة كانت بتبصله وكأنها شاهدة على غلطته اللي عملها، وبتبصم على موته. وصل للمكان وبدأ يحفر بإيده، وبدأ يحط الصندوق في الحفرة، بس الأرض كانت بترفضه. تاني يوم صلاح اختفى تماما من بيته، ومفيش أثر له ولا حتى هدومه، لدرجة إن أهل القرية راحوا يبص عليه في المكان اللي لقى فيه الصندوق. وهنا الصدمة الكبرى. الصندوق موجود مفتوح، وجنبه الفاس بتاعت صلاح، والأرض كلها متكلبشة بجنازير حديدية. أهل القرية دي بيقولوا إنهم لسه بيشوفوا خيال صلاح في المكان ده، واقف بيحرس المكان اللي كان سبب في ضياعه.
الرصد حقيقة يا جماعة، والكنوز مش دايما دهب، أحيانا بتكون الكنوز لعنة مستنية صاحبها. لو أنت كنت مكان صلاح، كنت هتكمل حفر ولا كنت هترمي الصندوق وتنفد بجلدك؟ شاركوني رأيكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس. أعزائي المشاهدين، كده انتهت حكايتنا. سلام.